ابنة زوجتي السعودية. الكويت. نكويت. بنتي ابنة زوجتي المصرية، زوجتي المغربية. الجامعة العربية بقت في بيت وحقق الحلم العربي. سعودي اتجوز 4 نساء من جنسيات مختلفة، من مصر والسعودية والمغرب والكويت، وكله بما يرضي الله وعلى سنة الله ورسوله. وعلشان يعدل بينهم خلف 4 بنات، يعني من كل سيدة بنت. حالة من الجدل أثرها السعودي ده، فيا ترى إيه حكايته وليه اتجوز 4 من جنسيات مختلفة؟ ليه كل رجالة نفسها تعمل زيه؟ وبيسألوه بما إنه جرب ال4 فمين أحسن الجنسيات علشان لو ما كملش دينه يتجوز. مفاجأة لتعليقات الجمهور. تعالوا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. قصة ولا في الأحلام، حكاية تتعمل سيناريو الفيلم أو مسلسل. فعلا طلعت إنها اتعملت مسلسل، والناس كلها شبهوا اللي عمل السعودي ده بمسلسل ماما غنيمة، واللي بتدور أحداثه في إطار اجتماعي ل3 إخوات مش شقيقات، واحدة كويتية، التانية مصرية، والتالتة سعودية. لكن السعودي ده حقق الرقم القياسي وزود عليهم الرابعة المغربية، وبقى متجوز مصرية وكويتية وسعودية ومغربية، ومخلف 4 بنات وإخوات من جنسيات مختلفة. فيديو عمل ضجة كبيرة جدا على تيك توك الساعات اللي فاتت بعد انتشاره. الحقيقة إن الضجة دي مش من فراغ، دايما بنسمع عن السعودي اللي يتجوز من جنسية تانية اللي يقولوا عليه الجواز المختلط، وبيكون في انتقادات ليه ورفض من المجتمع السعودي بتكون لجنسية واحدة، فما بالك بقى لو اتجوز ال4 من جنسيات مختلفة. بس الحق يتقال، جرب بنت بلده برضه لحسن الناس تاكل وشه. السعودي ده ما ظهرش في الفيديو لوحده ولا مع زوجاته ال4، ولكن ظهر مع بناته ال4، وكل واحدة لوحدها يسألها اسمك ايه وانتي جنسيتك ايه. بدأ طبعا ببنت زوجته السعودية اسمها كادي، بعدها الكويتية قال لها اسمك ايه، قالت لسعاد وأمي من الكويت، وبعد كده ظهرت المصرية اسمها نوجة، وختم ببنته من زوجته المغربية اسمها رقية. الغريبة انهم شبهوا جدا، وده اللي لفت نظر المتابعين انهم نسخة طبق الاصل منهم، والمفاجأة تقريبا ان كلهم نفس السن كمان. يقال ان السعودي ده اسمه سامي الخالد، هو مدرس حديث وفقه بمدرسة في مدينة المنورة، وده بالسعودية. ده حسب تعليقات الطلاب على الفيديو اللي اتعرفوا على شكله. تعليقات الناس كانت بين اللي بيقر عليه ومستغرب عمل كده ازاي، وبين اللي بيندب حظه انه ما اتجوزش خالص، في حين ان ده متجوز 4 ومش اي 4، دول 4 سيدات من اجمل السيدات في العالم العربي. في اللي خد الموضوع بهزار وتريقة عليه وقالوا هو الوحيد اللي وحد العالم العربي، هو اللي قدر يجمع جامعة الدول العربية في بيت واحد، ده حلمنا طول عمرنا. وطبعا كل رجالة نفسها تعمل زيه، بس لا ظروفهم تنفع ولا يعرفوا يتجوزوا من جنسيات مختلفة. في بقى اللي طلب منه بما انه جرب ال4 نساء من جنسيات مختلفة يقول لهم مين اكتر جنسية مريحة وعايزة تعيش. ومن هنا كانت التعليقات كلها عبارة عن خناقات بين المتابعين، كل واحد بيدافع عن بنت بلده ان ما في زيها وانها افضل البنات، وفي نفس الوقت نفسهم يتجوزوا جنسية تانية. في سؤال بقى بيدور في دماغك وانا هجاوبك عليه، اشمعنى ال4 جنسيات دول اللي السعودي اتجوز منهم، بغض النظر عن المميزات الكتير لكل سيدة منهم، واللي اكيد هو حبهم في المقام الاول قبل اي حاجة يعني. لكن قانونا في جنسيات معينة ممنوع السعوديين يتجوزوا منها، التشادية والبنجلاديشية والباكستانية والبرموية، واللي تجاوز عددها في السعودية وفق إحصائيات غير رسمية 500,000 نسمة، وتعتبر مكة أكثر المدن احتضانا للجالية دي. وقالوا لو السعودي عاوز يتجوز مغربية يجهز صحيفة سوابق وموافقة زوجته الأولى رسميا. طيب لو حصل والسعودي ده كان اتجوز من الجنسيات دي، هل تسقط جنسيته السعودية ويتم سحبها؟ الحقيقة ان ممكن يحصل طبعا، ولكن في حالات نادرة جدا، لان طالما اتعرف انه ممنوع الجواز منهم يبقى خلاص ممنوع. انت بقى بما انك مصري ترضى تجوز اختك او بنتك لسعودي ويكون متجوز او في نيته التعدد بالشكل ده، ولا الافضل تجوزها شاب مصري ما سبقش للجواز؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.